جدي قال سقى عيشة زمان والأيام الهنية، عالبساطة كل شي كان وعيشة عالصبحانية. سقى هدات البال وعيشة أيام الماضي، والواحد مهما كان الحال عايش حياته وراضي. سقى عالعريشة والقعد تحت الدوالي، محلاها من عيشة. سقى وضوي الفانوس والسهر بعليتنا، والله بتسوى كل فلوس محلى ساعة لمتنا. ولسه عالبال أيام زمان. الله يكويك. بدنا هالكيتا نحكي مع ابو محمد ايام الاربعينات كيف بكوا عايشين بالضبط. وهي ابو محمد بده يروينا. انتوا عارفين شو تبعنا قبل. اجمع لك يا ابو محمد، اصب لي احط لك ثنتين. انا هين بدي احط لي 3 4. شو الدعوة؟ هيك خلينا مخخ. حط ثنتين 3 حط يلا. 3 لك؟ يلا خليها تزبط. خليها بالمرة. من مرة. هالكيتا يا ابو محمد ايام الاربعينات. نعم. كيف الناس بكت عايشه هالكيتا هناك؟ بكيتوا تروحوا على اللد، بكيتوا تروحوا على الرمله، وبكينا اي نعم بكينا نروح على جميع البلاد، بس وين؟ في الضفه الغربيه. هذه رام الله في المده السابقه ما كناش نعرفها. كنتوش ايامها تعرفوا رام الله؟ ابدا، غير صباحنا ومسانا. اللد سوقنا اللد يعني على سوق اللد تروحوا؟ على سوق اللد تلعبش يعني مثل ما تقول بدك تبيع دجاج، تبيع غنمات، تبيع بكرات على سوق اللد. على سوق اللد. على سوق اللد. فكان كله سوق الابريت، يعني وين من جميع اللي يصير فيه. من عند الدجاج لعند الجمل ولعند البغل لعند كل البقره الغنم، كل شيء يغدى فيه في السوق الليل. والله انا بتت في دير ابو سلامه نهار الحد مشان يصبح الاثنين بقى يغدى السوق تبعه. سوق اثنين. يعني يوم الاثنين السوق بك سوق اللد. اي نعم سوق اللد. سوق اللد. هلكت بكت الناس اللي عنده دجاج، اللي عنده بيضات، اللي عنده زغاليل، اللي عنده تبنات يروح يبيعهن وين؟ على اللد. هناك سوق لكل المنطقة. لكل المنطقة. اي نعم هذا سوق لكل المنطقة. سوق لكل المنطقة. اشرب شاي يا ابو محمد. طيب. وهلكت تروحوا هناك تبيعوا. نبيع ونشتري. وتشتروا. نبيع ونشتري. والطريق فاتحة عادي، فيش لا رايحة ولا جايبك. اشرب شاي. يعني تروحوا تبيعوا وتشتروا حوايج الدار. شو اللي بتعوزوا؟ اي شغله تعوز الدار. بكين زمان صواريخ. حدير بال. صواريخ ده اللي للرجلين. وبعدين ياتا طلعت موضه بعيد عنك يقولوا له هذا وطا للنسوان يلبسوا وطا يلبسوا النسوان في الحصيده. وهذا اللي بكت عشته. على الكمح وعلى العدس وعلى الفول. اصب لك مي؟ لا ولاش. يعني شو كنتوا تشتروا انتم من اللد؟ يعني تاخذوا الزغاليل، الدجاجات، الغنمات تتبعوهن. وشو تشتروا للدور مثلا؟ يجيبوا الواحد بندرات، بتاتنجان، يعني شغله يتحوجوا فيها للاولاد، حلوات، شغله عامله هاي اللي بقوا يشتروه. شو بدهم يشتروه؟ هذا الحكي في الاربعينات. بعدين يا اخوي اجانا ال 48. اجت ال 48 هان مربط الفرس. هنا مربط الفرس. اجوا اليهود هلكيت نعلين هذه البلد وبلدنا. لما اجوا اليهود في 48 وصاروا عند استعانتك في الساحل يطخوا وهذول يطخوا، يعني في حرب هناك تعبكوت مخزينها. شايف؟ اي واحد في نعلين او في المدينه بك يروح يشتري باروده. كل واحد بك يروح يشتري باروده. يعني هالمقدر يشتري باروده. خوف من اليهود. خوف من اليهود فعلا. النعلين بكت كلها معها البارود، يعني ياخذوا من زمان. والمدينه كمثل، يعني اللي معش يروح يتزاين يشتري باروده. يحمي حاله. كان يا بني هذا الحكي
في 48 ها بالضبط 48 بالضبط ولا بالضبط في سنة مصر لما اليهود صاروا يطخطخوا في العالم. أي نعم أي نعم. وبكوا مثل ما تقول صار طخ في عنابة في اللد في الرملة في شفرعانة شفرعانة في السافرية في بيت دجن الشباب يروحوا. ايوه يعني الشباب يروحوا على السافرية وعلى بيت دجن بلد المنطقة النعلين شباب المدية يروحوا مثل ما تقول يفزعوا هناك يفزعوا كل واحد وباروته يروح يفزعوا وكل ما يصير مناوشات يفزعوا ظلوا يفزعوا ويروحوا يجوا في بلد كلها سلمة هذه سلمة فيش في المنطقة الغربية يعني كاوم زي ما كاوم سلمة يعني بقى تكاوم سلمة عندنا في المنطقة هنا لما السلمة وقعت ما بدان اليهود اللد والرمل وكل هالبلاد هذه راحت هيك يعني بس صار كشوا زي ما تكش الدجاج الله شردوا اليهود استلموا خذ مني يا بي وانت بكيت واعي والله بكيت واعي وبكيت اروح على بيت حسنى بالسعود وعند النبغ اناكل على الناس وتجيبهم على بلادنا المسكينين الناس شارده من بيت نباله والله يا عم والله من دانيان والمناطق هذيك جاي والله ما بزل عليك اني يا نار في مره ماتت في الطريق مره مسكينه ماتت في الطريق كل الله يجبر والناس يا نار شاردين شتتت العالم والله بير وكل بير يخلف من البلد تحت بكى في بلدنا اني بصحى لك واحد اسمه داوود حسن داوود من بلدنا انه يا ناري انه جاب دلو ولجن وينشل ويحط فيه من العطش. انا ماتت الناس من العطش والله زي ما تورد الغنم على الحوض بالحوض يشربوا ماي عالم زعف. وهالناس يعني الشارده هي وعيالهم والله يا نار شاردين يجوا على نعلين ويتوزعوا ياخذوا بعد سور مليين هالبلاد هذه والله والله حياة الله والله. والناس هنا يعني بكت مثلا في العلم تستقبل الناس مثلا شو بدهم يستقبلوا الناس بكت تشيل شاردة بس تشيل شاردة تشيل بس عدد قاعدين وعافش معهم ولا اللي والله ايش اللي قدر جيب شيء واللي ما قدرش يا نار من يقدر عظيم يعني يا نار مصيبة صبتهم ثاني والله أسرة العالم ماتوا بالطرق الناس ماتت في الطريق والله أمانة الله. طب لو ظلوا الناس مثلا كانوا تقتلوا مثلا في ناس ما شردتش ما هو صلى على النبي صلى على محمد اليهود وسخوا الناس خافوا كلها في بلد كلها دير ياسين تسمع فيها هذه دير ياسين والله يتكلموا البعض حسبي الله عليهم والله ايش بسيف الكلم صاروا يشلحوا النسوان ويحطوهم في السيارات ومن مشلحات الناس آست على كل الدنيا وشلت بالعرب عشان تحافظ على شرفها يشلحون يديرون مشلحات والله يلعنهم ويلعن حكمهم ولا هاي اللي شرد الناس هاي خلى الناس تشرد هذا اللي خلى الناس تشرد وشرد خذ مني هذا انا لحقته والله يا عم لحقته يعني وبعدين مثل ما تقول اليهود ظلوا يرمحوا لعند للغرباوي هاي احنا نعلين بلادنا شردوا على دير عمار وعلى الودان هنا شردوا بس عادت قعد شوي وبعدين ردوا رجعوا وصار عادي يعني اليهود عند الغرباوي هنا ومر يصير طخ وانت غشيم والله طخ بيجي 4 5 من بلدنا لما رجعت الناس هنا عادت تمركزوا هناك يوم من ذات الايام صار مناضلين وحفه يجوا من شرق الاردن يجوا كل يوم الحفه معهم خرافيش وبارود اليهود كانوا عند الغرباوي وش على العتكة بكل صح هم عند الغرباوي وتمركزوا هناك في واحد اسمه غازي الحربي اللي حكيت انا بعرفه من اي بلد؟ أردني وين بكى ابو بدرس بكى ابو بدرس والمناضلين هنا وزمان بكاش زي هذول التلفونات تلفونات ارضيات الحفه وغازي الحرب هذا اللي بقول لك عنه والعسكر كانوا بدنا نهجم على الغرباوي بدهم يهجموا على اليهود بدنا نهجم على اليهود هنا غازي الحرب هذا بكت معاه مدفعيه وبدرس على الحدود على الحدود
وعارف المواقع وعارف مطرح ما بالنظور وعارف عارف كل شيء. كان لناس مثل ما تقول تيجوا من وادي النطور يقولوا له، وبتطلع على مطرح بكون الحجر الاحمر خلبة هرمون. الحجر الاحمر هذه خلية ماضي بكون هذا عبد المعطي. هناك بتقطعوا ولاش التليفونات، تقطع التليفونات عنهم عن اليهود. عن اليهود من التليفونات بكى. وبتيجي من الشكة هذه برضه وبتقطع التليفونات وبتهجموا من هي اليهود هنا، واحد الشكة جت من هنا والشكة جت من هنا. وهذا وبعدين سووا زي المكان هذا، راحوا قطعوا التليفونات، اجوا من المغاربة وهذاك من النهار، وهذا غاز الحرب صار يخبط كل المدفعية ولا هي في وسط الخندق تبع اليهود. يعني اليهود انعمضوا لا عارفين يضربوا تليفونات، ما فيش تليفونات، ما هو ويهجموا لك عليهم. اللي مات شتتوهم. اي سنة هذا الحكي؟ هذا يعني في 48 يعني، بس بعد ما اخذوا البلاد. بعد ما اخذوا البلاد هذا الحكي، بعد ما اخذوا البلاد وتمركزوا شوي وردوا كامل الكيامة. وهذا تعرف وقتها بقول لك لو غدوا لحكينا هججوا اليهود هذا. بس انا بقول لك شو صار. وبعدها غاز الحرب شو سوى؟ هججهم بقول لك بالمدفعية يخبط فيهم عم يضربوا، وهذول هجموا عليهم من هنا الحفة واللي في بلدنا بقوا عسكر في البلد ولا العسكر هجموا بك يعني هنا جيش أردني؟ مش أردني، هم مناضلين هيك بلاد وبس حفة بقوا جايين من شرق الأردن بموتوا على الكسيبة، هذول بقوا يموتوا شيل الكسيبة يكسبوا بارود وفشت وما ندري غسيل. بقوا يموتوا عليه الشغلات هذول الحفة هذول من شرق الاردن اجوا. يا زلمه الواحد زي الربع بقى يخوف بالله، بقى يخوفوا. يعني بهدفهم هم ياخذوا غنائم يعني. ياخذوا غنائم مش يحررونا من اليهود، بدهم ياخذوا غنائم ولا هم اللي بيحرروا الحفه هذول. بس هذول تبعين احنا بدهم هذا وتعيننا بدهم يحرروا البلاد. ايوه برافو عليك. هيك عشان الناس تفهم. هذول بدهم الكسايب بس. انا لما هجموا عليهم اليهود هجوا معي كتل منهم ماتوا. لما هجموا عليهم هذا من عند بدرس. من عند بدرس ومن بلدنا ومن عليين مش كل البلاد من هنا هجموا مع بعضهم البعض. فكانوا كلهم مناضلين ياخذوا مناضلين. وحتى بارود مش يعني هذا بارود عادي بكى. كنا بارود انجليزي صواري اسمه؟ انجليزية صواري تاخذ البارود. انجليزية صواري. هججوا اليهود صدق وامن بالله كانوا لو انهم ظلوا وراهم لهججوهم وقتها انتصروا على اليوم بس مثل ما تقول التهوا في الكسيبه. هذول الحفه التهوا في الكسيبه. التهوا في الكسيبه وبدهم يضبوا. والله واحد بعرفه من جماعتنا ابن عم الي اسمه محمد خضر. يعني من بلدنا الله يرحمه الطلبي. بقول لك سيارة هذه معبية الباب كلياتها سلاح ومن ذخيرة من جميع. بس بكى شاطر يعني ما كانش حد يعرف الا هو. هذاك السيارة بكى بده تشد دخلت المكابر في كروسة بكت وسط بلدنا. كروسة. بده يطلع على الواد ويطلعها على واد نعلين وعلى نعلين تطلع فيها. الحفة هالكيت منين هذول بكو يجوا؟ من جهة إيران ومن الشكة البعيدة. ترى العراق وهذول؟ ترى العراق. يعني هذول بكو يعني يجوا للغنائم. للغنائم. انتوا كنتوا تقول ان من بيكو يجوا من شرق الاردن المناطق هذيك. من المناطق هذيك يجوا من هذيك المناطق. احنا عارفين يجوا من هنا. شو اكراد وما اكراد هذول؟ اكراد وما خفاك. من هناك. هذول التهوا لك في الكسايب. بعدين بعد ما التهوا في الكسايب اليهود جددت القوة. لما جددت القوة طردونا احنا يلي بكان في البلد شردنا. يعني نعلين شردت وبلدنا شردت مع بعضها البعض. بس اليهود مثل ما تكون بقوا يجوا فيها ويطلعوا منها ويرجعوا على الغرب. بكاش ما ضلش في البلد هذا. بعدين مثل ما تكون شيء استقرت الناس شوية صاروا يرجعوا الناس بشوي عاودوا رجعوا. وين يرجعوا؟ على بلادهم على بلدنا هذا. على النعلين هذاك الخط الاخضر خلاص. هذاك الخط صار الواد. الواد. وما حداش مثل ما تقول
يستجي يمشي بك في الحارة، بس يعني مضراه الحارة مكان في طخه. عبين ما ذاكت الحارة صارت الناس تروح وتيجي في الحارات العادة. والدنيا هاي بقت مفتوحة على الأردن؟ مفتوحة على الأردن ولا ما أنت عندك مكوش مدخلين البلاد هذه كلها من الغرباء ودول هيك ولا بكى وجيش اليهود، لا ظلوا يرمحوا لعند الغرباء. عند الغرباء وقفوا عند الغرباء وقفوا. وقت اخذوا البلاد هاي؟ 67. لا عارفين هكذا احنا في ال50 ايام اجوا اليهود. ولكن كيف صارت عيشة الناس بعدها؟ ما بعدها اليهود اخذوا البلاد والناس اشتتت كانوا هان. كنت تشوف الناس بكت عايشه اللي طلعوا من بلادهم هناك من بلاد الخير واجوا هنا معهمش لا شيء ولا شيء، كيف دبروا حالهم؟ الله يجبرهم يا رجل، الله يجبرهم. هم راحوا على المخيمات هم راحوا هناك، والحكومه والدوله صارت تبني لهم مخيمات وتعطوهم شوادر ويقعدوا، وصار في شويه مؤن ياخذوا مؤن وعاودوا عاشوا ودكوا وعاشوا. ربنا ما بننساش من فضله حدا. لا اله الا الله. ولا ربنا هو لما بده يخلقكم بده يرزقكم، ربنا بيخلقكم بيرزق. شو ولا والله بدي ماضى بس ربنا. وبعدها الوضع استقر بعدها. استقر وقعد سنين. وهالكتل اجت استلمت هنا الاردن. استلمت الاردن على الاردن. هالكتل لما استلمت الاردن كيف بكي الوضع هنا؟ كيف بكي كل الحرس وما الحرس؟ شو قصة الحرس والجيش الأردني في حرس. شو الحرس هذا؟ الحرس بكل الحرس بالدفيدة. الحرس منين هو؟ منين هو؟ الحرس من أنا وياك وهذا من البلاد. الحرس هذا من البلاد. بكى مثل ما تقول كل ثلاثة يطلعوا في خندق. وين؟ رجال البلد. والجيش الأردني بقى يطيح ناس من الجيش الأردني يفتشوا عليهم على الخنادق. خوف يناموا. واللي ينام يتفيك شر يقتلوا قتل. بدك عشان يظل صاحي. هذا الجيش اللي هذول اولاد البلاد اللي بكون. وهذاك الجيش الاردني اللي بقول لك عنه بكى في الراس فوق راس الحج حمود. في راس الحج حمود. هذا اليهود في شقه وهم في شقه، مره يصيروا طخوا على بعض ومره ينصتوا. وظلوا في هالحال اجى 67. ظلوا في هالوضع هيك لل 67. هكذا الواحد بكي مع باروده. الواحد مع بارود وبكى البارود وحطه في عليه المغفر هذا. المغفر. ومثل هيك يروح يجيب البارود منه. يعني يحطوها في المغفر وياخذوها يحرسوا في الليل والصبح يرجعوها. بكى قائد موقع كل ولد. قائد موقع. في نعلين بكت في بلدنا، نعلين بلدنا من بعض البعض بكى وكل البلاد. ظلوا هيك لل 67. 67 لحقوا على البواكي. اليهود لحقوا على البواكي. هذا اللي صار. وهلكت عيشة الناس يعني في قبل ال 67 كيف الناس وقت مدبرة حالها في الاكل والشرب يعني تقدمت. قصدي بك الخير يجيبوه من غربا، انتم كنتوا تروحوا تبيعوا على اللد بضاعتكم، وين صرتوا تبيعوا فيها؟ في الاخر لما اجوا اليهود واخذوا البلاد. صرنا نبيع فيها فين؟ في رام الله. والله بكوا حملوا جوز الصبر من هنا، حملوا على بغال وروحوا على رام الله بيعوه. على بغال ما لحقتش هنا؟ لا ما لحقتش. لا على بغال الصبرات التنات اي شيء بكون ودوا على رام الله اللي بدو اللي للبيع ودوا على رام الله اللي بكات بيه. يعني الناس والبلاد في بلاد فيش يعني الناس يعني قبل ما اجوا اليهود بكوا عايشين ومبسوطين، لما اجوا اليهود الناس اتشتتت وتبهدلت. معلومه تبهدلت يعني لل 67 ظل الوضع ماشي هيك. اي نعم. والله يعطيكم العافيه. هي احنا خلينا 67 وهذول خلينا الحلقه الجايه ان شاء الله. الله يعطيكم العافيه. ومعكم ايوب سرور، قريه نعلين، غرب رام الله. السلام عليكم.